قررت ابدا بيزنس واكسب فلوس من على النت. قررت شركه الرحله دي من اولها لغايه اخرها، كل تفاصيلها هنا على القناه. انا لما قرر اكسب فلوس من على النت كان في حاجه واحده لازم اكون عارفها كويس قوي، وهي ان عشان تكسب فلوس انت لازم تكون بتقدم حاجه بتحل مشكله، سواء الحاجه دي منتج، خدمه او محتوى. هي دي الفلوس. اي حاجه حواليك تجيب فلوس هي بتتلخص في الموضوع ده، ان هي عباره عن منتج او خدمه او محتوى بتحل بيه مشكله للناس او لفئه معينه من الناس، ومقابل هم بيديك فلوس. وكل ما كانت المشكله اقوى فالفلوس اللي هتكسبها اكتر. فهي دي المعادله اللي انا كنت محتاج اعرفها عشان قبل ما ابتدي افتح اي بزنس. فبعد ما فهمت المعادله دي قررت افتح بزنس. للاسف هو يعني مش موجود في مصر قوي، قليل جدا 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 في مصر. هو موجود في مصر لكن قليل. والبزنس ده هو ايجنسي. يمكن انت سمعت الاسم ده قبل كده بس مش فاهم يعني ايه ايجنسي. فخليني اقول لك يعني ايه ايجنسي باختصار شديد. الايجنسي باختصار هو انك بتجيب ناس بتعرف تعمل خدمه كويس قوي، وبتجيب عميل محتاج الخدمه دي وتخليهم يشتغلوا مع بعض وانت تاخد فلوسك بس. هي دي الايجنسي باختصار شديد. بس طبعا الموضوع مش بالبساطه دي ولا بالتفاهه دي. الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي جوه بقى، ازاي تدير الفريق ده وانك ازاي تجيب عميل وتفاصيل كتير قوي. فده هيبقى محتوى القناه في الفتره الجايه، وانك ازاي تفتح ايجنسي. هو انا دلوقتي عندي ماركتنج ايجنسي، هي لسه ما ابتدتش، انا ماشي بالخطوات اللي انا بحاول افتحها. والهدف من الفيديوهات دي ان هي ممكن تكون سبب انك تبدا ايجنسي تبدا تكسب فلوس اونلاين، او ان هي تحفزك او تخليك تبدا يعني تكسب فلوس اصلا. وبعد ما فهمت يعني ايه ايجنسي باختصار وفهمت الفلوس اللي اصلا بتيجي باختصار، دلوقتي في سؤال ممكن يكون بتساله، هو طب ليه ايجنسي؟ ليه ما ابداش اي بزنس تاني؟ بصراحه الايجنسي فيها ميزه، وهي انك مش مطلوب تكون بتفهم كويس قوي في الحاجه بتاعتك. مطلوب منك تفهم الاساسيات. يعني مثلا في الماركتنج ايجنسي اللي انا هفتحها، فدي هو في فريق تسويق. في تسويق مثلا في فرد منه اسمه الميديا باير. الميديا باير ده المختص بالحملات الاعلانيه. هل انا عشان بقدم خدمه التسويق هل مطلوب مني اكون بفهم في الحملات الاعلانيه والميديا باير كويس جدا جدا جدا؟ بصراحه لا. كل المطلوب مني ان اكون عارف الاساسيات البيزكس. اللي مطلوب يكون بيفهم في الحاجات دي كويس قوي هو الميديا باير. فده بالتالي انا كصاحب ايجنسي بيوفر عليا في سنين ان اقعد اتعلم. لا، انا اجيب ناس بتعرف تعمل حاجه كويس قوي واعرف بس الاساسيات المطلوب. اول نقطه بصراحه في الايجنسي ان انا مش مطلوب مني اقعد سنين اتعلم. هو كل المطلوب منك في الايجنسي حاجتين، انك تعرف ازاي تدير الفريق وازاي تجيب عميل. الحاجتين بس، انك ازاي تدير فريق وتجيب عميل. تاني حاجه وهي انها بتوفر لي انا حريه، ان انا مش مطلوب اقعد اشتغل، مطلوب مني اني اجيب عميل واخليه يشتغل معاه، وباقي بقى التفاصيل مش علاقه بيا. فده بالتالي هيوفر لي حريه اكتر، لاني مش مطلوب مني اقعد كل يوم اشتغل عدد ساعات كتيره علشان الشغل يتم، ولو انا ريحت الشغل هيقف. فهي دي ميزه الايجنسي. بس كل مطلوب منك انك تجيب عملاء. تالت حاجه وهي انك تعرف تكبر الايجنسي. يعني انا مثلا النهارده عندي فريق. الفريق ده مثلا بيتعامل مع 3 عملاء مثلا. فالنهارده عندي 3 عملاء في الايجنسي نفترض، زي ما قلت لك لسه ما عنديش فريق ولسه ما عنديش عملاء، بس الفريق دلوقتي عندي 3 عملاء. وقدام جبت فريق تاني، فريق جبت له 3 عملاء، فدلوقتي الايجنسي بقى جواه 6 عملاء، فكده فلوس اكتر والايجنسي بتكبر. فده بصراحه الدافع اللي خلاني ابدا ايجنسي. هل الايجنسي بتكسب؟ هل الايجنسي فعلا بيزنس كويس ان انا ابدا فيه ومربح؟ ده متوقف على 3 حاجات: احتياج السوق ليك، جوده شغلك، والعملاء اللي بتقدم لهم الشغل. هم 3 حاجات. مثلا انا كماركتنج ايجنسي، انا العملاء اللي هقدم لهم الشغل هم هيكونوا العملاء في دبي والسعوديه والامارات. الدول دي ليه؟ الدول دي محتاجه شركات كتير قوي دلوقتي، وهي بقت مركز للبيزنس اصلا. دبي والسعوديه والامارات دي اي بيزنس محتاج تسويق. اي بيزنس محتاج تسويق. فمع كتر البيزنس وتطور البيزنس اللي في الدول دي بقى كتير قوي، فبقى محتاج مسوقين. فهنا يجي دور. فبالتالي ان كده عملت حاجتين: احتياج السوق ليا، السوق محتاجني هناك، والعملاء اللي بقدم لهم في السعوديه وفي دبي والسعوديه والامارات، ودي ناس عندها ساعات تدفع فلوس كتير. دي نقطه تفرق، انت هتكسب كام. اخر حاجه وهي جوده الشغل، لانك عشان تشتغل مع ناس عاليين قوي هناك تكسب منهم فلوس كتير قوي، لازم جوده شغلك هي كمان تكون عاليه قوي عشان يقدروا يشتغلوا معاك كل شهر. فازاي بقى تحقق جوده الشغل دي؟
جودة الشغل بتتحقق من حاجتين: إدارتك للفريق، إنك إزاي تعرف تشغل الفريق ده مع بعض، وإدارة الفريق كامل. وتاني حاجة وهي الفريق، يعني كل واحد في الفريق شاطر في شغله، مصمم أو مدير أو ما إلى ذلك. فده باختصار شرح كل التفاصيل اللي أنا كنت محتاج أفهمها، كل تفاصيل اللي هبدأ في الإيجنت. وزي ما قلت لك هي التلات حاجات دول، لو أنت ظبطت التلات حاجات دول فتعرف تطلب أرقام عالية جدا ومالكش فلوس فيها، فاهمني؟ وزي ما قلت لك الإيجنت تعرف توسعها، وكل ما الإيجنت تتوسع أكتر وتكبر أكتر كل ما الفلوس اللي هتكسب منها تبقى أكتر. كل ما عندك عميل بقى عندك تلات، فاهمني؟ الفلوس أكتر. فده كده الأساسيات من حاجة ذاتنا بعرفها. فأنا في الفيديو ده إن شاء الله هخلص أول جزئين وهي البراند، هخلص البراند كله قدامك وأعمل كده يعني البراند وكده، وجزء من السيستم وهو إدارة الفريق، إزاي الفريق يعرف يشتغل مع بعضه، وتفاصيل تانية كتير في الفيديو. بقى كده دلوقتي هنخش في التفاصيل بقى كده وشغل الإيجنسي بقى. فدلوقتي عشان أفتح الإيجنسي دي كنت محتاج أول حاجة وهي البراند، فكنت محتاج شعار واسم الإيجنسي دي والألوان الخاصة بالإيجنسي دي. فاخترت يعني اسم سهل جدا FAD Marketing Agency، وهو عادي يعني FAD دي مش رمز، هو أنا اسمي فادي فسميتها FAD، فالدنيا سهلة. ومن ناحية الألوان اخترت 3 ألوان، هو الأبيض والأسود والأزرق. برضو يعني أنا بص، أنت لو عايز تفتح ايجنسي كمان ما تصعبش الدنيا على نفسك، وأنت مش محتاج براند قوي جدا في ناحية الايجنسي. أنت مش بتفتح مثلا براند هدوم أو براند ملابس، فأنت محتاج بقى براند فعلا. البراند في الايجنسي مش مهم، مش هو أهم حاجة يعني. فزي ما قلت لك اسم الايجنسي FAD ماركتنج ايجنسي، والألوان أبيض وأسود وأزرق. ودخلت على كانفا وصممت الشعار الخاص بيا، وبرضه هو شعار يعني بسيط جدا، كتبت الاسم فده هيبقى شكل الشعار في الآخر. أنا زي ما قلت لك براند الألوان اللي اخترتهم، وآدي الشعار، هو ده الشعار. قلت لك يعني قلت لك خلي بالك هما دول مش هيحددوا نجاح أو فشل الإيجنسي خالص، لا الاسم ولا الشعار ولا الألوان. فدلوقتي كده خلصنا أول حاجة بالبراند، نخش بقى على تاني حاجة وهي ازاي الايجنسي دي اصلا بتشتغل. احنا بيجي لنا العميل بنعمل معاه ميتنج ومن كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها، ودلوقتي بيجي وقت بعد خلاص ما اتفقنا كل حاجه وحطينا خطه بنبتدي نشتغل عليها. فاحنا كفريق تسويق، فالفريق بيتكون من كذا واحد، بيتكون من اكونت مانجر، وده اللي ماسك الفريق، ده اللي بيدير الفريق، ده اللي بيعمل، ده اللي بيقعد مع العميل، ده اللي بيحط التاسكات والمهام دي اللي سهولها لك ده، هو اللي هو اللي بيدير كل حاجه، فاهمني؟ ده الاكونت مانجر. بعد كده في الميديا باير الخاص بالحملات الإعلانية كل ده. بعد كده في جرافيك ديزاينر خاص بالبوستات الخاصة بالإعلانات أو الخاصة بالسوشيال ميديا. وفي الأخير في السوشيال ميديا مانجر اللي هو ماسك صفحات السوشيال ميديا بالكامل. هو ده الفريق. أنا عارف إن هو مش فريق متكامل لسه، يعني في ناس ناقصة، بس كبداية فهو فريق، يعني دول الأساسيين في الفريق، فاهمني؟ وقدام لما أحب أطور الإيجنسي أبقى أضيف ناس تانية. أنا قلت لك أنا في فريق أهو، في الخطة اللي احنا هنشتغل بيها. بس كان في أول مشكلة واجهتني وهي إزاي أخلي الفريق ده يشتغل بالخطة دي ويعرف المهام اللي عليه، وكمان يشتغلوا مع بعض، مش كل واحد فيهم بيشتغل في حتة لوحده وأنا مهمتي إن أنا أجمع الشغل بتاعهم. لأ، لازم كلهم يشتغلوا في نفس الوقت ويشتغلوا مع بعض، ومكان يعرفوا ويديروا منهم كل شغلهم. فدي كانت أول مشكلة واجهتني، وبصراحة حلها كان بسيط، وهي إن أنا استخدمت نوشن مكان في كل بيانات العملاء، وفي التاسكات الخاصة بكل فرد في الفريق جوه كل عميل، ومكان يعرفوا يرفعوا عليه شغلهم. فبالتالي نوشن أنا عملت سيستم خاص بالإيجنسي من جوه والخاص بالعملاء. عملت 2 ورك سبيس جوه نوشن، الورك سبيس بتاع العميل جواه الفريق وجواه المهام اللي هيشتغل بيها مع العميل. وأول حاجة أصلا المعلومات الخاصة بالعميل كلها كلهم بيشتغلوا مع بعض في مكان واحد، يعرفوا يديروا منهم شغلهم ومكان عارفين التاسكات اللي عليهم. فدي كانت أول مشكلة وعرفت أحلها. فأنا زي ما قلت لك أهو الفريق وهو العميل، وهو بقى المعلومات الخاصة بالعميل والخطة، وهنا في المكان لكل واحد في الفريق زي ما قلت لك. وفي بقى في بقى الجزء اللي هو بتاع المشاريع، هو مثلا مشروع رقم 1
في كل المعلومات، مثلا الحملات الإعلانية كل معلوماتها هنا. مكان يعرفوا يديروا منهم كل شغلهم، وفي كل التفاصيل اللي محتاجين يعرفوها عن العميل، وحملات إعلانية بقى وتصميمات، وكل ده في حتة واحدة. بص، هو الموضوع لسه بدائي، يعني الموضوع لسه مش أحسن حاجة ولا لأ أحسن نظام، بس كبداية محتاجينها للإيجنسي ده كافي جدا، كافي جدا. تمام. فبالتالي في الفيديو ده كده خلصنا إيه؟ خلصنا براند، وخلصنا جزء السيستم، وعرفتك يعني إيه ايجنسي. في الفيديوهات الجاية بقى هشاركك أكتر في الرحلة دي، ولا ما أنا لسه أصلا شغال لسه، يعني لسه ما عنديش فريق ولسه ما عنديش عملاء. فلو مهتم بالمحتوى ده فمتنساش تتابعني، ولو عندك أي سؤال عن الإيجنسي أو أي حاجة محتاج تعرفها مش فاهمها اسألني في الكومنتات هبرد عليك. وبس كده، في الآخر متنساش تعيش حياتك.